الحلقه ديال اليوم حلقات هذه الحلقه هذه عندها واحد الموضوع خاص. هذه الحلقه هذه غدير منها واحد الاستفاده كبيره كما العاده. راك تعرفوني ديما الهم ديالي والشغل الشاغل ديالي هو ندير واحد الحلقه نهضر على واحد الجريمه وتكون فيها افاده. راه ديما تنقول هاد الكلمه وديما تنعاودها. علاش المديريه العامه للامن الوطني دابا نهضر مع الشباب اللي دوزوا امتحانات ديال البوليس، دوزوا امتحانات البوليس، عيطوا عليهم او باقي ما عيطوش عليهم، اللي نجحوا باقي ما عيطوش عليهم، وتيتسائلوا علاش ما عيطوش عليهم. علاش اليوم البوليس تيدخلوا للامن، لما تيدخلوا لصفوف الامن تيترشحوا، تنقول واحد الطلبه او الشباب اللي قراو عندهم مستوى ثقافي اللي تسمح لهم باش يدوزوا امتحان البوليس. علاش من تينجحوا ما تيعيطوش عليهم، تيعلموا بانهم نجحوا ولكن ما تيعيطوش عليهم ديك الساعه؟ علاش؟ حيت تيديروا عليهم بحث، وهذا البحث تيكون طويل. هذا البحث تيبحثوا عليه على السوابق ديالو، على الاخلاق ديالو، على عائلته، على الاهل ديالو البعاد والقراب. تيدوزوه لما تينجح باش يشوفوا الحاله الصحيه ديالو، يمشي يدير الرياضه ويجري. تيدوزوه عند الطبيب النفساني باش داك الطبيب النفساني يعرف الخبايا ديالو لداخل، يعرف نفسيته. واحد البحث كبير تيديروا عليه، وهذا البحث تيطلب واحد الوقت. تيشارك فيه كلشي، تيشارك فيه البوليس والناس التراب الوطني، تيشارك فيه القايد، تيشارك فيه كلشي. علاش؟ باش نجيبوا واحد البوليسي ولا واحد الجدرمي ما نغلطوش فيه، ما يخرجش لنا مجرم ولا يخرج لنا خائن. والحمد لله عمرنا ما عرفنا شي بوليس خانوا الوطن ديالهم في المغرب. وقالها المغفور الحسن الثاني الله يرحمه، قال لك ما عمر الناس ديال البوليس تعرفت عليهم شي خيانه، عمرها ما تعرفت عليهم. اللي تيهمنا هنا هو هذا الموضوع، علاش تيديروا هاد لي زونكيت كاملين؟ وكما قلت لكم تيبغيو بوليسي صافي، خارج من واحد العائله ما فيهاش مجرمين، خارج من واحد العائله ما فيهاش ارهابيين، خارج من واحد العائله هو قاري مزيان، صحيح في صحته، صحيح في عقله، لونتوراج ديالو، الناس اللي دايرين به، الاب ديالو، الام ديالو، خوه اش تيدير كذا كذا كذا. تيبغي البوليس ندخلوا الطب، ديك النخبه ديال الشباب يكونوا عندنا في الامن ديالنا، نخبه الشباب يكونوا في الدرك ديالنا. علاش؟ لانه غادي نعطيو سلاح، غادي يكون عنده سلاح، هازو في يديه سلاح، غادي نعطيو مسؤوليه كبيره، وغتكون عنده سلطه، غتكون عنده واحد السلطه، عنده واحد المسؤوليه، يقد يستغلها ويدير بها مشاكل، يقد يستغلها ويولي بها مجرم، يقد يستغلها ويدير، لانه ما يمكنش موظف عادي معلم فني كذا كذا تكون عنده واحد السلطه اللي عند البوليسي وعند الجدرمي، كما عند القاضي وكما عند كذا. السلطه والسلاح والتتبع ديال الناس ويعرف الناس والتتبع المجرمين مهمته كبيره وخطيره. خصو يكون هو نقي، هو خصو نقي، ما يستغلش ديك المهنه ديالو، ما يستغلهاش باش يخدم بها مصالحه بطريقه لا قانونيه، ما يستغلهاش باش يدير جرائم او يدخل الارهاب او كذا او كذا. بكري لا، بكري ما كانش هذا البحث للاسف. شحال من واحد دخل ما ردوش ليه البال، دخل في الصوابق ديالو بكري، داز من لهيه. شحال من واحد دخل الامن ولا مجرم، هو دخل البوليس ولا مجرم، دخل الجدرميه ولا مجرم بكري. دابا لا، الحمد لله ما بقاش. بكري كيما قلت لكم ماشي بحال اليوم، بكري كاع ما كان هذا البحث، هذا البحث ما كانش. اليوم لا، اليوم ينجح والبحث معمق والبحث كثير. من ديك ماشي اغلاط، ولكن من داك الشيء اللي كان بكري ومن المشاكل اللي خلات بكري، اللي كانوا تندخلوا البوليسي غير هكاك بلا بحث بلا كذا بلا كذا، غير زيد بسكسو انت وليتي بوليسي. دخلوا مجرمين للامن، مجرمين كانوا مجرمين ودخلوا للامن وبقاو مجرمين وحصلوا مشاو للحبس. هنا باش ما تخلقوش يا الشباب على لا دخلتي للبوليس ولا الدرك وبقاو تيديروا معاك البحث وطولوا في البحث ويقولوا جيب لاكارت ديال عمك وجيب ديال خالك امك اش تدير باك اش تدير. راه على هذا الشيء هذا. واحد البوليسي قدم مني انا لما دخلت الامن لقيته كاين خدام في الهيئه الحضريه.
الهيئه الحضاريه والناس الكسوه اللي بها بديت انايا، كان خدام معنا في الرباط وتعرفت عليه تما في الرباط. قدم مني، هو كان قدم مني تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين. وكان معنا واحد السيد ولد بلادو، ولد الدار البيضاء وتعرفو مزيان. وكنت ملي نخرج انا وداك الويسي نخدمو، هذا الاخر ماشي الاول غنهضروا عليه، تيعاود لي على الاخر هذاك اللي تنخرج نخدم معاه اللي ولد بلادو. بعد ما تنخرجوا نخدموا في الليل وهضره جبت هضره والليل طويل وتنهضروا، كان تيهضر لي على هذاك البيضاوي، نسميوه حنا غير البيضاوي، هذاك البيضاوي تيهضر لي عليه، تيقول لي شتي هذا راه تحبنا، هذا راه كان مجرم، هذا راه كان صفار، هذا راه كذا راه كذا راه كذا. وتنقول لي كيفاش دخل البوليس؟ داك البوليس هو هذا، راه دوز امتحان دخل البوليس، هو مجرم. ودازت الايام وانتقلت انا لمدينه القنيطره، ودازت الايام وجا هو خدم في مدينه القنيطره، حتى هو بالزي ديال الهيئه الحضاريه، وانا بالزي الهيئه الحضاريه. واحد النهار كنا خدامين انا واحد الويسي في الليل، صاحبي الله يرحمه مولاي الطيب الله يرحمه، كان صديقي، خدامين بالليل انا وياه، وكانت شويه الشتا وكانت الدنيا خاويه. وهذا الشيء بدايه الثمانينات، لان في البدايه يلاه دوزت 82 83 مشيت للانسبكتور تلاجي، ما بقيتش تلبس. ولك 81 82 خرجوا داك البوليسي وكانت الدنيا خاويه، ماشي بحال دابا الناس خاويين صافي، طيح الليل الناس يدخلوا في حالهم والدنيا خاويه، وكانت الشتا تطيح ووقفات ديك الشتيوه في الليل مع ديك 3 الصباح الشتا وقفات. وحنا نسمعوا واحد الفيترين ترسات فيترين ترسات، الصوت تسمع بالليل والصمت، ما دابا الطوموبيلات طيط واحد تهرس كاع ما يسمعوها. وحنا سمعنا قلنا اش وقع شي واحد هرس الفيترينه. حنا تنقلبوا فين تهرسات الفيترينه، لانه جات في واحد البلاصه فيها العمارات وفيها الزناقي وداك الشيء وشاري محمد الخامس، وسمعنا ديك التهريسه ديال داك الزجاج، قلنا فين وقع هادشي غادي نقلبوا. غادي نتفادى الطوموبيل ديالنا ديال البوليس ديالنا اللي فيها الشاف ديالنا، كانت واحد لاندروفير عارفينها جايه تدير الضو جايه لجهتنا، قالنا سمعتوا هذا الشيء راه عيطوا لنا كنسمع هنا درنا قال جيو مشينا ركبنا في الطوموبيل ودرنا واحد العساس تيصفر تيقولنا هنا الداخل اجيو هنا، ودازو تما وقفنا في الطوموبيل ونزلنا في واحد المحل ديال الصبابط، راكم تتعرفوه كان سميتو اوديربي، وعنده فيترينه كبيره وديك الفيترينه مهرسه طايحه كلها. وسط المحل، والغريب هذاك اوديربي تيخليو الضوء شاعل في الليل داخل، تيخليو دوك الصبابط ديالهم داكشي باينين، ووسط داخل في الفيترينه داخل كاين الصبابط، كاين واحد المساحه كبيره. واحد خينا سكران وشاد واحد الكرتونه وتيجمع في الصبابط، سكران تيجمع في الصبابط سكران، شديناه وخرجناه. شكون اللي لقيناه؟ داك البوليسي داك الكيزاوي. شدو داك الشاف شديناه والو زيرناه، واخا سكران درنا ليه نيميرو 5 في يدو، القيد المونو درناهم في يديه وطلعنا في الطوموبيل وعيطنا لا بيرمانونس، وجات لا بيرمانونس تما وتيشوفوا دوك الصبابط، جمعوا دوك الصبابط اللي سرق في الكرتونه، حطوهم لداخل حسبوهم ردوهم بلاصتهم، وجابوا العساس وعرفوا خبروا داك السيد من الاوديربي، وجا في الليل. المهم داز المسطره على راكم عارفين المسطره كيفاش غدوز. دخلنا البوليسي للكوميساريه. هنا واحد السيد بوليسي وكان بريغادي قريبي علينا هو، وكان خدام معنا، قال لنا شي حاجه غريبه، قال لنا شتي هذا البوليسي، هذا المجرم اللي سكر وهرس الفيترينه ودخل تيسرق، هذا البوليسي، ولكن هو كان زي مدني ما لابش، هذاك اللي دخل يسرق ما لابش، وهذاك تيعاود لنا عليه. قال لنا كنا خدامين في الدار البيضاء، قال لنا واحد النهار واحد البنت غاده ووحدين راكبين على موطور، بغا يجبدوا ليها الصك، واحد صيك والاخر وراه راكب، بغا يسرقوا ليها الصك ديالها، جبدوا ليها الصك، البنت شدت في الصك، هما يجبدوهم بزوج ما يطيحوا بالموتور، هما طاحوا بالموتور، اللي كان صايك خرج هرب، والثاني بقى واحد اللي السروال ديالو، وجاو الناس داروا به، والبوليسي كان السيركاسيون قريب، وجاو تحماو عليه وشدوه وبقاو شادينه، وجاو البوليس وداو الكوميساريه وداو ديك البنت، وديك البنت قالت لهم انا شوف اخويا ما مشى ليا والو، راني مشغوله وخارجه وراجلي ما يبغيش هذا الشيء، بغيت نمشي غير في حالاتي. خداو سميتها والهويه ديالها، كان ديك الساعه الدنيا مطلوقه ماشي بحال دابا، وهو بقى جالس تما. قال لهم لا انا ما بغيتش نسرق ليها، انا راه بغيت غير نضربها، بغينا غير ندوز على يديا والصاك تشد معايا، بقى تيكذب، عرفوه بانه بغى يسرق ليها.
تيقلبوا تيلقاو عنده استدعاء. قالوا لي اش استدعاء؟ قال لهم نجحت في الامن، نجحت في البوليس. استدعاء نجح في البوليس. البوليس تما كانوا ناس لي سيالي كما تيقولوا عقدي وصافي، شدوا الاستدعاء تيقراو فيها معلوم هو بانه نجح في البوليس وانه خصو يمشي للمدرسه ديال بوقنادل اللي حدا القنيطره بتاريخ كذا كذا كذا. لاكارت ديالو قال له انت صاحبي مالك، انت غادي للبوليس نجحتي وتدير هذه المصيبه. قال له لا والله ما ناوي نسرقوا، والله ما كذا، انا غادي تشكاو سقيا الصاك في يدي كذا ولا نضحكوا معاه وكذا وطاطا، وبقى تيخربق. وناضوا دوك البوليس واتفقوا قال ودي خلي هذا غادي للبوليس ما نحرموش، ها هو استدعاء ديالو، ها هو استدعاء، ها هو كذا، ها هو كذا، هو كذا. خلاوه تما داروا ليه محضر، يلاه سير بحاك سير ابسط والدين، بعد غدا غتمشي تدخل المدرسه ديال بوقنادل تولي بوليسي ودابا تسرق. داروا فيه البوليس تيخاصموا عليه، بقى حاضر راسو سلت مشى في حالته. شكون هو هذاك الشفار؟ هو هذاك البوليسي اللي دخل الفيترينا. وهذاك السيد قال لي اش هاد خينا راه ها فوق شديناه ولا تنشوفو ديما وانا عاقل عليه وتنعرفو مزيان وتنعرفو في الدار البيضاء. هذا راه فيتشد وميكو عليه وخلاوه داز ودوزوه. ها هو عاوتاني، ها هو خدام في البوليس وخدم في الرباط وجا القنيطره وقدم لنا في البوليس وسكر ونهرس الفيترينا ودخل يجمع الصباط. في ذاك لو جين ديال الشفار. علاش تيديروا دابا لما تيديروا لي زونكيت على البوليس ينجح تيمشيو يدخلوا على الطبيب النفساني. الطبيب النفساني تيكون عنده مستوى مزيان وقرا مزيان، ولكن الطبيب النفساني تلاحظ فيه شي حاجه لاروب تيقول لي ما يدوزوش. علاش البحث ولقاوه مجرم. لما شوف شحال من عام داز على ديك يلاه دخل البوليس، في النهار اللي غيدخل البوليس تشد محاولة السرقة، وشوف شحال من عام دوز وبقات السرقة هازة فيه. هنا هذه جريمة داز. هذاك شدو تقدم المحكمة ومشى للحبس، مشى جنايات، عطاه ما عرفتش 4 سنين ولا داكشي، مشى في حالته. قال لي راه في الدار البيضاء ما عرفت يبيع النوار ما عرفت داكشي. هاد الكتيب هذا أنا كنت واحد النهار في الرباط وكان معرض الكتاب حدا اوتيل هيلتون الرباط، بعد بدلوا لي السميه. كنت تما مشيت لمعرض الكتاب وتلاقيت واحد السيد صاحبي وقال لي سير داك الجناح، واحد الجناح راه ديالنا الكتب ديال القانون، الا بغيت تاخذ كتاب قانون، وبعد الكتاب اللي كانوا في الامن وكانوا في الدرك كاتبين شي كتبه ديال بحال السي المديني اللي في المعهد الشرطه في قنيطره اللي صابوا كاتبين كتبه ديال القانون وكاتبين قصاص وكاتبين كذا. ناس كانوا في البوليس تقاعدوا كاتبين الذكريات ديالهم، ناس كانوا في الدرك، ناس كانوا في الجيش، حتى هما عارضين في واحد الجناح. ومشيت تما ولا لقيت الكتيب هذا الكتيب افير كريمينال، قضايا فيه واحد المجموعه ديال الجرائم، مكتوب هنا مجموعه ديال الجرائم هنايا افير كريمينال. ها هو الكتيب. وهذا الكتيب ديال من؟ ديال هذا السيد المعطي الشرقاوي. شكون هو هذا المعطي الشرقاوي؟ هذا المعطي الشرقاوي راجل جات في 33 في مكناس، دخل البوليس في 57، خدم موظف في وزاره الدفاع 1900 الفرنسيه، وزاره الدفاع الفرنسيه 1952 و 1954. 57 دخل البوليس، خدم في جميع المصالح ديال البوليس 57 وتقاعد في 93. عاد تقاعد. هذا السيد كان من الرتباء ديال الامن، هذا المعطي الشرقاوي، وكان معروف في الرباط. وكان ديك الساعه انا خدام في الرباط، دخلنا لقينا السيد المعطي الشرقاوي خدام في الرباط، وكان من لي بيدي اي من السواري اللي وقفوا المديريه العامه للامن الوطني. هادو الناس يدخلوا 57 ودخلوا قاريين، هما اللي كونوا وقفوا المديريه العامه للامن الوطني، هما اللي وقفوها، هما لي بيلي ديالها السواري ديالها، هما بزاف. وكل مره تنجبد واحد فيهم، كما كنت نجبد السي تبع الله يرحمه في هذه الليله، كما كنت نجبد السي زكي الله يعطيه صحيحته. بزاف الناس اللي وقفوا المديريه العامه للامن الوطني، الاداره العامه للامن الوطني، هذه ولات مديريه. هذا لقيت كتاب ديالو، هذا السي المعطي الشرقاوي، وبقيت تنبحث في هذا الكتاب ولاحظت فيه واحد العدد ديال الجرائم ديالهم السي المعطي الشرقاوي، الجرائم اللي خدمهم بكري في الشرطه القضائيه، في النشاه ديال السلطه القضائيه، في النشاه. يلاه بدات الشرطه القضائيه في المغرب تشد راسها في 57 بدا البوليس، بدات الشرطه القضائيه في المغرب كامل. بداو الدوائر يلاه تيتصاوب داكشي، يلاه تيتقاد، يلاه تيتصاوب. اتصلت بالسي المعطي الشرقاوي، ما حصلت على التليفون ديالو وهضرت معاه على الكتاب ديالو، ودار معايا واحد الموعد في الدار ديالو، ومشيت عنده للدار ديالو.
مشيت عنده ولقيته، ولقيت السي المعطي الشرقاوي، لقيته جالس بواحد الدراعيه، راجل الحمد لله باقي بخير عليه رغم السنوات اللي دوز، رغم انه من مواليد 33. وجبت معاه القضيه ديال الكتاب، كتبتيه وكذا وكذا وكذا، وبقى تيهضر معايا على هذا الكتاب وكيفاش كانت الشرطه القضائيه بكري وكيفاش كانوا تيخدموا كل شيء، تيخدموا في الدائره او يخدموا في الشرطه القضائيه. جا شي قضيه السلامات العامه يمشي يخدم فيها، كانوا بوس قلال باش لكم هما اللي كونوا الاداره العامه للامن الوطني. وبقى تيهضر معايا وبقيت نهضر معاه في هذا الكتيب زوين على الجريمه بجريمه، في واحد عدد ديال الجرائم غير قصر بالنسبه لي انا، الحلقه ديالي قصر، قد الجريمه فيها 4 ولا 5 ديال لي باج، قد نديروها مثلا 10 دقائق، شي الامر لا يتماشى والعمل ديالي معكم اللي خصني تكون 40 دقيقه الفوق. وعطاه ليا والله يطول عمره، وقلت ليه وعدتو، قلت ليه غناخذ شي حلقات من شي جرائم ديالكم ديال وقتكم نعرضهم على الناس، نعرفوا من البوليس ديال ذاك الوقت كيفاش كان تيخدم. قال لي يا سي خراج يمكن لك تتصرف، توكل على الله. سي المعطي الشرقاوي تنحييك، وهاد الليله هادي عجبت الكتيب ديالك بالصوره ديالك، وغنروي واحد القصه من القصص اللي كتبتينا فهاد الكتيب ديالك. وهاد القصه مشابهه للقصه اللي هضرت عليكم دابا ديال بوليسي مجرم. وانا اللي هضرت على هاد بكري علاش الغلط اللي كان قلت لكم ما كانش البحث الدقيق عليها، كان عطى بعض المجرمين اللي تسربوا واستطاعوا يدخلوا الامن وبقاو مجرمين وداروا جرائم وتشدوا مشاو للحبس. وانا ما تنقولش اللي جا الدرك اليوم راهم مجرمين والبوليس راهم مجرمين، لا، اليوم كاين شباب دخلوا للجدرميه ودخلوا للبوليس بعد واحد البحث دقيق، واحد لونكيت ابروفوندي، لونكيت باش دخلوهم اليوم. ولونكيت تعطلات، راه كاين تعطلات البحث تيبحثوا عليه 3 شهور و 4 شهور تيعرفوا شكون هو بالضبط، يدوز ولا ما يدوزش، الا في غرام ديال الوسخ عنده ما يدوزش. اما السوابق لا هضر عليهم، اللي عنده سوابق راه ما تيدوزش، اللي عنده سابقه صغيره قد هكا ما يدوزش. وعلاش اليوم تنقول للشباب حاول انت تقرا، ولا بغيتي توظف اول ما دير حافظ على الفيش انتيبوميتريك ديالك، ما تدخلش في الوسخ ما تدخلش، ما تمشيش كوميساريه الا بغيتي تصاوب لاكارت، ما تدابش مع شي واحد وتمشي، ما دير سميتك عند البوليس، ما ديرهاش، راه لقاو سميتك عند البوليس ما غدوش. سير البطاقه الوطنيه وخرج في حالتك. يتخاصم شي حد من العائله، فك لقيتي ما تفكك حاز اللور، ما تكونش طرف باش تبقى نقي، باش توظف، لان ماشي غير البوليس والدرك اليوم حتى الجيش حتى كل شيء ولاو تيديو بنادم اللي نقي تماما ما عندوش سي سابقه. من القضايا اللي دار السي المعطي هنا نقول لكم واحد القضيه هي ديالو وعجبتني وزوينه بزاف. تيقول كان خدام في الشرطه القضائيه، وكان داك الساعه في اواخر الستينات، شوف اواخر الستينات 67 68 حسب ما تيقول. كان في الرباط حي السويسي في غير الفيلات، وحي الرياض كانوا في غير الفيلات، اللي تبناو اللي خلاهم معمر وداك الشيء اللي بقى تما، ما كانش بحال دابا العمارات وداك الشيء دخل، كانوا غير الفيلات في حي الرياض، وكانوا غير الفيلات في حي السويسي. ولاو واحد الشفار ما معروفش ولا تيدخل دوك الفيلات، الشفار تيدخل الفيلات هو تيدير الفولد بيجو، اي شفار اختصاصي في الحيلي في الداب وفي داك الشيء، وهذا حنا تنسميوه بالفرنسيه سميتو فولد بيجو، الشفار ديال الحيلي. حيت الشفاره كما تنقول لكم ديما راه فيهم انواع، راه كان يدخل للدار تيدخل على الذهب والفلوس، ما لقاش تيخرج. وكان اللي تيدخل تيديها حاجه الكترونيك، يدي تلفزيون مسجله دي في دي كذا. وكان اللي تيدخل اللي لقاها قدامه يهزها خاصها تكون خفيفه وديال الثمن وتدخل. وكاين الشفاره كبار الله يحفظ طيحوا على شي دار تيجيبوا بيكوب ولا كاميو تيجمعوا كل شيء، كل وحدين عندهم انواع. هاد الشفار كان تيدير غير الحيلي وتشهر عند البوليس وتيبحثوا عليه وما لقاوش. قلب يما تقلب ما طاحش، حتى واحد المره لقاو واحد لامبرانت ديالو، وكانت ديك الساعه النشأه والبدايه ديال التشخيص القضائي، ولقاو واحد لامبرانت ديالو. هذاك لامبرانت ديالو باش عرفوا مولاها كان اللي تيدخل الحبس ياخذوا ليه البصمات ديما من الحبس، عرفوا بان هذاك المجرم، عرفوا الهويه ديالو. كلفوا واحد البوليسي كلفوه، وهذا البوليسي كان انسبكتور مفتش شرطه،
وكانوا بوسقلان كلفوه بهذه المهمه ديال هذا الشفار، ما عرفوا الشفار الهويه ديالو وسميتو من خلال البصمات ديالو اللي خلاه في واحد الفيلا سرقه. كلفوه هذاك البوليسي باش هو يقلب عليه ويجيبو. بقى داك البوليسي تيقلب عليه وديما تيجي تيقول له فين وصلتي، تيقول لي الشاب لابيجي فين وصلتي، وانا باقي جاتني شي معلومات تيكون مع فلان، جاتني شي معلومات تيكون مع فلان. والرباط كان صغير والسلا كانت صغيره وكان سهل البحث فيهم. حنا من دخلنا ومشينا في 74 ودخلنا البوليس ومشيت للرباط، الرباط كان سهل فيه الخدمه، سهل لانه الرباط طاح الظلمه كان تيخوى الرباط. راه الرباط كان داك الركزه وسوق الصباط 8 د العشيه تيبقاو يسدوا الحوانت، ما تيبقى حد صافي تيخوى. حيت كنا تنوقفوا في لابونك قدام البرلمان، راه شنو نقول لكم طاح الظلمه الدنيا خوات، شي طوموبيله تدوز مره. ولكن الحمد لله مع النمو هذا الشيء تزاد دابا، ولا حتى الوحدات اللي الناس خارجين. هذاك البوليسي تيدور وتيقلب ولكن ما جاب حتى شي معلومات، والو. كل مره تيقول المراه سمعت عليه سافر العروبيه، راه مشى عند مو، لا راه مشى ليه. ودابا السيد تعرف ومدينه صغيره ودارهم تعرفت، العنوان ديالها تعرف، هو ما تشدش. ولكن واحد النهار هذا السيد المعطي كان خدام تا هو في السلطه القضائيه، دايز هو يتلقاه واحد دايبي كان معروف في الرباط، تلاقاه سلم عليه. هذا حسب الكتاب ديال السي المعطي وبعض كلام هنا على السي المعطي تيقول على نفسه. سلم عليه قال ليه وفين وصلتوا مع داك الشفار؟ واش لقيتو عنده شي سرقات اخرين ولا غير داك الشيء اللي تشد به؟ قال لينا شفار. قال داك الشفار ديال الذهب. قال لي الشفار ديال الذهب. قال لي ايه. قال لي راه جا مع المفتش فلان، على هذاك المفتش تنهضر لكم عليه. قال راه جا معاه هنايا وجا عند شي دايبي هنا باع عليه الذهب. قال لي راه بعتو له هذا وراه هز داك الذهب خدام من عند دايبي وداز عاوتاني عند واحد دايبي هنا. واش تو غادي به؟ قال لي منين غادي به؟ السي المعطي اللي هو في السلطه القضائيه هضر مع الشرطه بيجي، قال الشرطه بيجي واش داك الانسبكتور ديالنا جاب داك الشفار ديال اللي تيسرق لي فيلا؟ قال لي لا. قال له شكون هذا اللي الشفار يتشد مشى مع عند دايبيه ومشى مع عند هذا ومشى مع عند هذا؟ قال لي انا ما صباريش ولا هذاك الانسبكتور غادي يشد شفار وغيدي يبحث معاه وغيدي عند بالمينوط شادو وغيدي عند دايبيه يجيب داك الذهب اللي باع عليهم وداك الشيء ما غيسقش الاخبار الشرطه بيجي، ما يمكنش. هنا الشرطه بيجي كلف السي المعطي الشرقاوي قال لي انت غتكذب هذه القضيه هذه، شوف لي شكون هذا الانسبكتور هذا، شوف هذا الشيء اللي وقع. السي المعطي الشرقاوي مشى عند دايبيه وتيسول، قالوا ليه تيقول لي ايه راه جا داك المفتش فلان وما واحد الشفار وراه فلان راه رد لي شي دباج. قال لي احسن لك تردهم، دابا الشفار طب في الفلوس ردهم، ما خصك محكمه، راه تيعطيو الناس تيخافوا من المحكمه. تقول غادي يا سيدي حنا ضعنا في هاد الدباج الله يعطيه الحبس باش ما يديهمش بانهم عندهم شراء مسروق، بان تصوم معاهم داك المفتش. ولكن داك المفتش ما بانش. السي المعطي الشرقاوي جا عند الشرطه بيجي قال له ودي هاد القضيه كاينه ولكن في لابيجي ما دايرهاش هاد لافير هادي. قال ليه سير كمل البحث ديالك مع داك المفتش. السي المعطي الشرقاوي قام بالمتعين وعيط على داك المفتش وجابو وقال له ودي بغيت نسولك واحد السؤال، انت كنتي انت واحد الشفار ديال المينوط ومشيتو لعند دايبيه وكذا 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 وكذا؟ قال لي ايه كاين ايه. قال لي شكون هذا الشفار؟ قال لي واحد خينا غير تموه بالشفار تموه. ايوا الساعه قال لي من خدينا داك الذهب وداك الشيء اللي باع عليهم ومشينا للدار وجب لي الرواسب وجب لي كلشي ديالو ديال الوالدين ديالو داك الشيء، والديه قال لي سير بيعو وانا صحابني هو الشفار مشى باعو. ولكن داك الذهب خديتيه من عندهم، خديت الذهب من عندهم وديتو لمو با شافوه قال لك هذا الذهب راه ديالنا وشفت الرواسب ورديتو. قال مشيتي لدارهم مشيتي لكلشي؟ قال لي واه دابا الشرطه بيجي عطاني تعليمات باش نبحث معاك ومعايا في هاد لابريكات ديالي، دابا واش غادي تجيب لنا ديك الحين تورينا فين ساكن؟ ورينا فين ساكن. وقال لي لا انا لقيته وما تيعيش مع دارهم وبقى تيدخل ويخرج في الهضره. السي اللي جا السي المعطي عمل الصف لابيجي قال له ولاد القضيه راه فيها ان هاد البوليسي راه داير شي مشكل. هاد البوليسي هذا صف لابيجي دخلوا وعيط له البريك ديال الشرقاوي ودوروا وسطهم وقال لي قول لنا شوف قول لنا شكون الدايبين اللي مشيتي عندهم، شكون الدايبين اللي مشيتي عندهم؟ السي الشرقاوي قال مشيتي عند دايبي فلان وفلان وفلان، هاد الدايبيه خديتي من عندهم ردوا لك شي ذهب ديال الصفار ردوا لك الذهب واش رديتي لهم؟ قال لي لا رديتو لمو ومو ردات لهم فلوسهم وبقى تيخربق.
سلعوا دوك الذهبيه 3 جاو تيقولوا سيدي جا عندنا انا داك الشفار باع ليا غاس نسلا، واحد تيقول انا باع ليا 2 باج رديتهم للمفتش، انا باع ليا واحد الطواق رديتهم للمفتش. كل واحد تيقول ردوا للمفتش. المفتش فين هو السيد؟ فين هو الدب؟ فين هو الشفار؟ فين الشفار؟ ولا السيد مشكوك فيه بانه مجرم. جردوه من السلاح ديالو، جردوه من لاكارت ديالو، علموا النيابه العامه قالت لهم دخلوا فيه. شوفوا شكون هذا، ولا مجرم، ولا تيقول لي يلاه معنا ورينا الدار ديال الشفار، ورينا الدار في الشفار فين ساكن. شاف التعيا داهم عند داك الدار ديال داك الشفار اللي هو مشى معاه ليها. خرجت امو قالت لهم اسيدي اياه راه جابو هنايا وراه جبت ليه شي ذهب، كان ولدي سرقو جابو هنايا راه خداه، كان هنايا وخداه البوليسي وداه. البوليسي ساكت ما لقاش، ما بقى ما يقول. اري الهويه ديال ولدك، خداو الهويه كامله ديال ولدو. شكون اللي لقاو داك الشفار اللي هو مبعوث عليه، اللي كان تيدي الفيلات، اللي تيسرق الفيلات، هو هذاك مول الدار. قالوا لي هو فين هو؟ فين مشى؟ اش دار؟ فعلا دا الذهب من عند الذهبيه، ودا الذهب اللي كان ساق داك الشفار في دارهم مخبيه، داه كله، وشد داك الشفار كمو معاه ودار ليه المينوط وغادي بيه، وتيقول لي انا نهضر معاك وعندك تقول هادشي لشي حد، وهذا بغا يبقى بيني وبينك وكذا وكذا، وانا عارفك سارق بزاف، وانا عارف دير هادي، وانا عارف دير هادي، وانا عارف دير هادي. وغادي بيه وخرجوا من المدينه حسب الاعتراف ديالو، حسب ما جا في الكتيب ديال السي المعطي. وخرجوا وداروا واحد النخله وقجوا ودفنوا، خنقوا وسيدي يدو مربوطين وخنقوا ودفنوا. والبوليس شدوا فيه مزيان لانه عارف هو راه بوليسي وراه انسبكتور، ما عارف ما عنده فين يفلت وعنده فين هرب. وكما قال السي تبا الله يرحمه، قالت لا جي نبحثوا مع بوليسي تلقى احسن بحثوا مع بوليسي، تعرف القانون، تعرف الحد ديالنا، وتعرف حدودنا، تيقول لنا كلشي بلا صلاح. الله يرحمه واحد المره قال لنا لا واحد البوليسي كان عنده شي مشكل، قال لك احسن بحث هو بحث مع بوليسي، تكون عارف القانون، تهضر معاه معقول، تيجاوبك تيقول لك اش كاين اش كاين، ما تيبقاش يتفلى ويلعب. هذاك حتى هو شاف راسو حصل، قال لهم كلشي، قال فينا هو، قال لهم قتلته. ومشاو ووروه المكان وحفروا على داك السيد وخرجوه مقتول ومدفون. الشفار اللي كانوا تيقلبوا عليه في حي السويسي وحي الرياض، الشفار اللي دوخهم وتلفهم، عثر عليه داك الانسبكتور، عرفوا شكون هو، ولكن شاف ديك الكميه ديال الذهب اللي سرق وديك الفلوس اللي دا، اش قال؟ بغى يعريه، بغى يجردو من داك الشيء. خدا الذهب اللي في الدار، خدا الفلوس اللي جمع، خدا الذهب، هو غادي تيبحث معاه في الشارع العام، تقول له وريني، وتتلقوه وتيرجع له غدا، دير معاه رانديفو لغد. شكون الاخر اللي بعتي لي؟ فلان. يلاه عنده، تيمشي عنده ياخذ الذهب وتيقول له دير هذه في جيبك، دير هذه في جيبك. تيلقى عاوتاني حتى نشوف واش غنديرو. ومشاو عند داك البوليسي للدار وتيلقاو عنده المجوهرات والذهب ديال داك الشفار، اللي كاع اللي جمع الشفار دا ليه هو، وداه ليه وقتلوه باش يحيدوه من الطريق. هذا اش قلنا؟ المجرم راه يقد يكون اي واحد. ها هو دابا انسبكتور دو بوليس هو مجرم، حيت داك الوقت اللي كانوا تيدخلوا البوليس تيدخلوهم كيما رجعنا الهضره الاولى ديالنا، لا اونكيت لا مولي بيه، نجح دخل، نجح دخل، نجح دخل. اليوم لا، ما كاينش نجح دخل، اليوم نجح وتسنى لونكيت اش تعطيك، تسنى الطبيب النفساني اش يعطيك، تسنى الصوابغ، تسنى عائلتك، تسنى عاد دخل حتى تكون نقي مصفي. هذه النتيجه ديال اللي كانوا تيدخلوا لك البوليس هكا تيدخلوهم. وهذه القصه هذه من القصص اللي حكي السي المعطي الشرقاوي في الكتيب ديالو الصغير هذا اللي قلت لكم دابا. اليوم حنا كما قلت لكم استفدنا من هذا الشيء هذا. اللي كان تيهمني انا في هذه الحلقه هذه هو انه بزاف الاخوان تينجحوا في البوليس وتيتصلوا بيا صغيرنا ولادهم، تيقولوا ودي الدري باقي ما عيطوش عليه. ايوا تنقول لي راهم تيبحثوا. واش تيبحثوا؟ راه سولوا ديك النهار سولكنا راهم تيبحثوا، هما تعرفوا واش تيديروا. نعم تيبحثوا، نعم. اليوم لما يدخل البوليس كما قلت لكم وكما تنعاود نقولها لكم، حتى يكون نقي تماما، ويكون باه نقي وامو نقيه، خوتو نقيين، لانه غادي يحمل السلاح كما قلت لكم. وشي نهار داك باه نفلس يمشي ليه السلاح ديالو، هذاك مول يمشي السلاح ديالو، ولا يدخلوا في شي مشاكل، ولا يدخلوا في شي مصيبه ومصائب هما دخلوا فيهم بوليس، مصائب. واحد البوليس تعرفوا انا كانت واحد مو ديما الصداع، ديما مع الجيران، وغليظه واحد الحانوت صغير داير فيه الحلوى الدراري وداك الشيء، ومراه واعره، وكان مسكين خدام معنا وكان حشومي تيحشم هذاك الدري هذاك. ولكن ديك مو مسخوطه الوالدين مع رجلات قدمت شي جبرات المحاكم،
المحكمة على الضرب والجرح مع رجله، وداك الدري مسكين غادي يشوف فيهم راسو حاضر. هو واحد المرة تدابز مع واحد الجيران ديالها، تدابز هو جاي من الخدمة تيشوف الضرب والجرح، خدامة بالعصا يضرب يما ضرب وباب شاد معاهم، وجا مسكين تيفرق لداخل، تيفرق بيناتهم تيجر بيناتهم. جات فيه ضربة بلاصة هنا نضلو هنايا، مشى للمستشفى وبقى واحد المدة في المستشفى، خرج ما تيشوفش. ضربو هنا ما بقاش تيشوف ولا عمى. عائلة مفلسة خدات دروس، تخدت واحد الدروس عبر الأطوار وعبر السنوات اللي جعلات اليوم تضيف في المديرية العامة للأمن الوطني، تضيف في الدرك، تضيف في القضاء، في جميع المؤسسات الأمنية. ما نوظفوا إلا اللي نقي، وما نوظفوا إلا اللي عنده عائلة نقية وتاريخ نقي وتاريخ والديه نقي.